السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة مسلسل من أكتر مسلسلات الغموض اللي جت في تاريخ الدراما المصرية، مسلسل أقل ما يقال عليه إن هو ماستر بيس بجد في المسلسلات المصرية. مسلسل النهاردة هو مسلسل منورة بأهلها، وأنا هقول لك المراجعة بتاعتي على المسلسل ده كله. فتعالوا بقى نتكلم كده في شوية الحاجات المهمة في المسلسل وشوية الإيجابيات وشوية السلبيات اللي في المسلسل ده. قبل ما نبدأ في المسلسل دوس لايك بقى كده واشترك في القناة لو أنت أول ما تشوفنا على اليوتيوب وفعل الجرس. في البداية كده المسلسل غامض لأبعد الحدود. انت تكون بتتفرج على حلقة من ال10 حلقات وعايز تعرف ايه اللي هيحصل، وتلاقي الموضوع بيتعقد اكتر، يبقى مش عارف تربط الاحداث ببعض كده لانك مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل، وشوية تلاقي نفسك فاهم الاحداث ماشية ازاي، وتلاقي نفسك اللي انت بتتوقع اللي جاي، بس بيطلع توقعك ده كله غلط واللي انت كنت بتفكر فيه مش تمام. مسلسل من بطولة ليلى علوي وباسم سمرة واحمد السعدني وغادة عادل، وطبعا من تأليف محمد امين اللي معروف باعماله الممتازة جدا في بعض الدراما المصرية، والمخرج اللي كالعادة بيبهرني بالاداء التصويري بتاعه والكادرات اللي هو بيصورها في المسلسلات او الافلام، وهو المخرج يسري نصر الله. المسلسل بيحكي عن جريمه قتل حصلت لشاب مصور، واللي بيحقق في الجريمه دي هو وكيل النيابه ادم اللي هو قايم بدوره احمد السعدني. وزي ما انا بقول لك كل حلقه كده الغموض بيكون فيها اكتر من اللازم، وانت تبقى عايز تعرف باي طريقه اللي هيحصل في الحلقات الجايه، والحال ده استمر لحد اخر حلقه حتى ما المسلسل خلص في الحلقه الاخيره. طبعا زي ما معظمنا عارف ان المسلسل ده كان المفروض ينزل من فتره مش بعيده قوي، بس اللي حصل ان في مشاكل بين باسم سمرة وبعض الناس في السعوديه، وطبعا بما ان المسلسل اتعرض على منصه شاهد فمنصه شاهد سعوديه برضه، فبعد ما المشكله اتحلت المسلسل اتعرض وكان عرضه متميز جدا جدا جدا. المسلسل ده انطباعي فيه كده ان هو جريء جدا في بعض الالفاظ، يعني بعض الحوارات مع الممثلين كده وبينهم من بعض كانت تقيله شويه ما تليش على حد صغير. يعني هو التصنيف بتاعه فوق ال18 لو ما كانش فوق ال21، لكن تقييم كان ايجابي جدا جدا وتجربه جميله جدا ان انا اتفرجت على المسلسل ده مع بعض. المسلسل بيتكون من 10 حلقات كانوا بينزلوا كل يوم حلقه حد للخميس. اخر حلقه نزلت امبارح، فانا رحت جاي مجمع ال10 حلقات كلهم تاني مع بعض علشان اتفرج واعمل لكم المراجعه دي، لان المسلسل ده مش ينفع تتفرج على حلقه وتبقى فاهم كل حاجه، لازم تتفرج على الحلقه مرتين. لو هنتكلم على الاداء التمثيلي في المسلسل ده فمحمد حاتم اللي كالعاده بيبهرنا برده كان اداؤه التمثيلي فوق الوصف. طبعا باسم سمرة اللي دوره شرير، وده الدور اللي احنا متعودين على باسم سمرة فيه، وزي ما احنا عارفين باسم سمرة ادواره كلها تقيله وما بتليش غير على حد غيره، بس يعني مستحيل اشوف دور لباسم سمرة يكون في حد تاني ممثل يليق عليه نفس الدور ده. سبحان الله، صوت وشكل واداء وتجربه تمثيل وكل حاجه لباسم سمرة بتبقى مترتبه ومتركبه عليه بالظبط. وطبعا ده غير غادة عادل وليلى علوي اللي كان دورهم في حته تانية خالص بعيده عن اي حد في المسلسل ده. مفيش حد اتفرج على المسلسل ده ويختلف على اداء ليلى علوي وغادة عادل، يعني حضور جامد جدا في التمثيل وكاريزما طاغيه جدا على الشخصيه، خليك بتتفرج تقول هي دي غادة عادل ودي ليلى علوي اللي احنا عارفينها في الافلام والمسلسلات. وبالذات تشوف في ليلى علوي في مشاهد الانتقام بتاعتها تحس ان هي متربيه مع عصابات. اداء قوي وممثله شاطره جدا ومتميزه في المجال بتاعها. طبعا اسلوب سرد القصه كان عظيم جدا لابعد الحدود. مسلسل اي نعم كله فلاش باك لورا كده بالزمن، لكن كان بيبدا من الحقبه الزمنيه 2004 لحد 2010 او 2011 بالظبط. اختيار الحته دي بتاعت 2011 كانت جميله بسبب ان الجريمه كانت في الوقت ده بتحصل كتير قوي. يعني جريمه القتل لما حصلت في 2011 في المسلسل ده كانت نفس فتره الثوره بتاعت 2011 اللي كان فيها جرائم كتيره جدا، والاحداث كانت مترابطه ببعض، يعني انت بتشوف الفلاش باك وبترجع تاني للوقت الحاضر علشان تشوف تحقيق الجريمه دي. وطبعا ده بجانب الغموض اللي كان بيحصل في كل حلقه بيزودها عن الحلقه اللي فات غموض. ودور احمد السعداني اللي كان بيربطه بشويه صور كل ما يلاقيها بيلاقي فيها معلومات ويفضل يربط في الصور علشان يوصل لطرف خيط. دور احمد السعداني كان عاجبني حتى في اداء النرفزه بتاعته، كان بيتنرفز بهدوء، انت فاهم، يعني بتتنرفز ومش بتتعصب في نفس الوقت. مسلسل يعني مفيش حد يختلف عليه الا لو هو ذوقه مش في النوع ده. طبعا بنتكلم عن الاداء التمثيلي والقصه والسرد بتاع القصه، يبقى لازم نتكلم على الاخراج والكادرات الجميله جدا في المسلسل ده. طبعا الاستاذ يسري نصر الله اللي كان عامل لك كادرات يخليك عايز تركز فيها علشان تطلع ملاحظ مهمه جدا، تحس ان هو عايز يوصل لك حاجه من المشهد اللي هو بيصوره ده حتى لو مشهد صامت. وطبعا بعيدا عن اداء التمثيل وبعيدا عن الاخراج والتصوير وكل الكلام ده لازم يكون في لمسه الموسيقى التصويريه اللي بتعيشك في اجواء المسلسل، ودي اللي بقت متميزه فيها الدراما المصريه في الفتره الاخيره دي. مفيش فيلم او مسلسل بيكون ما فيهوش موسيقى تصويريه الا لو فيلم فاشل. يعني الموسيقى التصويريه في المسلسل ده في الحوارات مع كادرات يسري نصر الله مع
مع اداء الممثلين كانت حاجه فوق الوصف. مسلسل كله ايجابيات من الاخر يعني، غير دور ناهد السباعي اللي كانت طالعه بشخصيه مسيحيه عكس شخصيتها في الحقيقه، وده سبب من الاسباب اللي خلى ناهد السباعي تتميز في الدور ده بالذات، العكس التنمر اللي كان بيحصل لها واللي ما كانش متوقع ان التنمر ده اصلا بيحصل في الحقيقه. يعني التنمر ده ممكن يكون شخص على بنت او شخص على ولد او مثلا 3 4 اشخاص، لكن مش مدرسه كامله وسكن كامل يتريق على بنت ويكون بيخطط لها في حاجات شر. ده كده حرب مش تنمر. طريقه ربط الاحداث ببعض في المسلسل كانت ممتازه جدا بسبب الفلاش باك اللي كان بيحصل ده، وانك تتفاجئ ان في حاجات بتحصل وبعد كده ترجع بالفلاش باك تعرف ان ده كله كان مترتب علشان يحصل. نظرات احمد السعداني كانت غريبه جدا في المسلسل، ويحسسك ان هو مش بيمثل، يحسسك ان ده دور حقيقي، انه بيمثل حقيقي مش بيمثل فيلم او مسلسل. وزي ما انتم عارفين يا افلامنجيه ان المسلسل ده متكون من 10 حلقات وتحت عنوان قصائص صور، والحته دي تاخدنا لنقطه تانية خالص، ان المسلسل في العاده اسمه منوره باهلها لكن تحت مسمى قصائص صور، وده يدل ان ممكن يكون في اجزاء تانية تحت مسمى تاني، مثلا يعني الاسم الرئيسي منوره باهلها لكن بين قوسين اكيد في اسم تاني وعنوان تاني بقصه جديده. كان عاجبني قوي دور مثلث الشر اللي كان بين باسم سمره وغادة عادل وليلى علوي ده، واللي عجبني اكتر ان ازاي ادائهم التمثيلي في الشر كده كان قوي عكس ما احنا متعودين عليهم. يعني انا اول مره اشوف ليلى علوي وغادة عادل في اداء شر كده، باسم سمره اوكي متعودين عليه في الحوارات دي كلها. المسلسل ده كان عامل زي ما تكون بتقرا روايه وانت معجب بالروايه جدا ومن كتر اعجابك بيها عايز تجيب اخرها قبل ما تكمل بقيه الورق، لكن في نفس الوقت لو انت قلبت الصفحات وعشان تشوف اخره الروايه دي ايه هتندم اللي انت فوتت عظمه كتير في بقيه الروايه. المسلسل مع تقدم الحلقات بتشوف علاقه كل الممثلين اللي في المسلسل الاشرار دول بمحمد حاتم اللي هو اصلا حصلت معاه جريمه القتل دي، وزي ما انا قلت لك اداء محمد حاتم كان فوق الممتاز لان هو رابط التصويرات اللي هو بيصورها ببعض المعلومات اللي احنا مع الوقت عرفنا ان هي كانت مهمه. والمسلسل فضل انت عايز تفهم حاجه لحد اخر حلقه، لكن جت اخر حلقه لخبطت لك الدنيا تماما عكس ما هي كانت متلخبطه، وبقى قالب بقى على لا كاسا دي بابل وكله بقى فلاش باك فلاش باك فلاش باك في اخر حلقه دي خالص. يعني انا كنت فاكر ان 9 حلقات هيبقوا فلاش باك وبرده حاجات من الواقع دلوقتي والحلقه العاشره نفهم كل حاجه، لكن طلع الحلقه العاشره برده كلها فلاش باك زي بعضها. وطبعا سوكومونس في الكوبايه سوكومونس في الفنجان هتدوقه مره واحده تقول عليه ايه؟ تقول عليه جنان. اما حته سوكومونس محدش عارف ايه هو لحد دلوقتي ده. المسلسل بقى بينتهي بنهايه غامضه جدا ومفتوحه لاجزاء تانية، وبنشوف ان ادم اللي هو احمد السعداني اللي هو وكيل النيابه اللي كان بيحقق في القضيه ماشي بالعربيه بتاعته في اخر المسلسل لطريق محدش عارف هو رايح فين، ونشوف ليلى علوي قابلت ابنها ورجعت لحياتها الطبيعيه واخده ابنها برده وماشيه بعربيه مش عارفين رايحين فين، وباسم سمره بعد ما انتقم من ايمن ورماه في البحر وكان ماشي في المركبه وبرده محدش عارف طريقه رايح فين، غادة عادل اللي كانت بتحاول توصل لهم كلهم لكن ما كنتش عارفه توصل لحد فيهم. والمسلسل بينتهي وبيجي لقطه في اخر المسلسل مكتوب القضيه لم تقفل بعد ولكن انتظرونا في قضيه تانية وهي قضيه استوديو مصر، ومعنى كده ان القضيه لسه مفتوحه وفيها تحقيق تاني، والمسلسل ده ليه جزء تاني هيشرح فيه بقيه القضيه، لان انت كده ما عرفتش مين اللي عمل الجريمه ومين اللي سبب في كل ده. يعني انت ما بقتش عارف هل ليلى علوي وباسم سمره في المسلسل هم السبب في قتل محمد حاتم ده، وايه الجرائم اللي هم عملوها تاني ومين اللي وراهم في الموضوع ده كله. طبعا ده كله هيبان في الجزء التاني من المسلسل، بس انا شايف مؤخرا ان المنصات المصريه زي شاهد وواتش ات بقت ممتازه جدا في اختيار المسلسلات والكاست بتاعها. يعني لو بصينا منصه واتشت هنلاقي ان هي لسه عامله مسلسل تحقيق اللي انا مراجعه على القناه هنا وممكن تشوفه من الاي اللي فوق دي. المسلسل كان قوي جدا وبيتكون من 12 حلقه، ودلوقتي منصه شاهد طالعه مسلسل منوره باهلها ومسلسل برده قوي بينافس مسلسل تحقيق. طبعا ده مش اول مسلسل منصه شاهد تعمله ويكون ممتاز في الاختيار بتاعه جدا، لكن طبعا دي كلها حاجه تفيد الدراما المصريه وفي انتظار الاقوى دائما من الدراما المصريه والمنصات المصريه، خصوصا ان هي بقت واخده كل حقوق مسلسلات رمضان في الوقت اللي احنا فيه ده. وبس كده ده يكون كل حاجه عن مراجعه مسلسل منوره باهلها اللي كان بيتكون من 10 حلقات، مسلسل عشان تستمتع بيه لو انت شفتهوش اتفرج عليه كله من اوله في قعده واحده. اتمنى الجزء الثاني ما يتاخرش علينا ويكون اقل حاجه بعد رمضان بشويه او حتى في شهر 10 الجاي عشان نعرف اخر القضيه دي ايه وهتتقفل ازاي وحلها هيكون ازاي. بس كده لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تكتب لي تعليق علشان اعرف ايه رايك في الحلقه دي وايه رايك في الحلقات اللي انا بعملها. دوس لايك علشان اللايك ده بيدعمني جدا جدا جدا. استنوني في الحلقات الجايه افلامنجيه وشوفوا كل حاجات جديده لما انتوا تفعلوا الجرس. الفتره الجايه يكون فيها شغل كتير جدا بسبب مسلسلات رمضان اللي نازله، وكالعاده هتلاقوني براجع لكم مسلسلات رمضان حلقه بحلقه على القناه دي. رمضان كريم عليكم ويا رب دايما تكونوا بصحه وسلامه ويعود عليكم الايام دي بخير. اشوفكم على خير. سلام.